أول شيء يا عمي بهجت، والله إني أشك إنك مسيحي وإنك مو حق المسلمين. يا جدع سيبك لأن انت، شكلي لأن مسيحي ولا حق اليهود ولا المسلمين أنا ولا من أنا 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 الكافرين؟ أنا, أنا, يا أنا جدع اسمي اسمع، ملك. يا جدع اسمع، انت كرهت المقاومة عشان بتقول ان في واحد ناكك او اغتصبك. لو خرج عليك محمد بن سلمان وناكك، او تركي آل الشيخ وناكك او اغتصبك، ماذا ستقول فيهم لو حدث منهم هذا؟ تفضل يا جسكوس. السلام عليكم يا عمي بهجت. وعليكم شلونك؟ شو السلام أخبارك؟ ورحمة الله وبركاته. المهم يا عمي بهجت، والله أنا أشوف أن الحرس الثوري هو وراء اغتيال إسماعيل هنية. وارد. هذا المجازر ما يرتكبها إلى والسعودية والمملكة العربية السعودية ما لهاش دخل في هذا الاغتيال. لا السعودية لا تغتال، هتغتالها نية ليه يعني؟ السعودية لا، السعودية تقبض على واحد حمساوي موجود هناك، واحد ضد المقاومة، تقدر على واحد رافع علم فلسطين. إنما السعودية تروح تغتال واحد تبع المقاومة، لا ما يقدروش، ولا عندهم لا الجاتس ولا الجرأة ولا المسؤول اللي ممكن يتخذ هذه الجرأة. لما جم يقتلوا استعانوا بالمخابرات المصرية وعملوا الفضيحة بتاعت جمال خاشقجي. ايه؟ يا عمي باشا. نعم. خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وملك سلمان هو أول شيء يحرص على أمن غزة وأمن المواطنين الفلسطينيين وتحرير فلسطين. ده الناس اللي اللي اتعرف ان هم تبع المقاومه في غزه اتقبض عليهم كلهم، الفلسطينيين اللي موجودين في السعوديه. نواياهم مش كويسه يا استاذ. نواياهم، اتحاسبون الناس على النوايا؟ أأنتم آلهة؟ الناس لا تحاسب على النوايا في الدنيا يا معلم. والله ولا في الآخرة. هاي نيتهم يخربون البلد يا أستاذ، بلاد الحرمين الشريفين. يا أستاذ هل ممكن وأنا معدي كده ماشي في الطريق يجي البوليس يقبض عليا؟ أنت اسم حضرتك إيه؟ اسمي جاسكوز يا حبيبي. جاسكوز؟ إيه، خالد الغامدي. خالد الغندي؟ صحيح. من وين في السعودية يا أستاذ خالد؟ أنا حبيبي أنا من جيزان. من جيزان، يا مرحبا، أهلا وسهلا. أستاذ خالد، يعني في ظروف تختلف عن الظروف التي نحياها الآن. قام المدعو المواطن المصري بهجت صابر بزيارة المملكة ومنطقة جيزان، ففي ليلة ظلماء كالكحل وهو ماشي في الشارع. اسم حضرتك ايه يا فندم؟ خالد الغامدي يا حبيبي. قابل الأستاذ خالد الغامدي على بعد خطوات منه، فما كانت الشرطة السعودية إلا أتوا بالجمزات السوداء وقبضوا وخطفوا المواطن المصري بهجت صابر. فبسؤال المواطن بهجت صابر للسادة الأفاضل رجال الأمن السعوديين، لماذا يعني تقبضوا على العبد لله؟ قالوا لقد رأيناك تنتوي اغتصاب الأستاذ خالد الغامدي في هذه الظلمة الحلكاء. قلت أصدر عني أي تصرف يوحي بإني عاوز أنيك خالد؟ قالوا لا. قالوا أرأيتم زبري ورسوسة بنطلوني منتشي لما شم رائحة طيس خالد؟ قالوا لا. فسألتهم لماذا العجلة في الاستنتاج بأن نيتي كانت نيك الأستاذ خالد أو اغتصاب الأستاذ خالد؟ لا يوجد لا دليل يا بهجت، لأن قبل كذا نكت قبلي الكثير يا حبيبي. لأني قبل هذا نكت قبلك الكثير. من هؤلاء الكثير الذين نكتهم قبلك يا سيدي؟ تفضل. مواطنين السعوديين. مواطنين سعوديين، جيب لي اسم، يلا اتفضل. المقاومة ناكت، يعني قول لي المقاومة ناكت كام واحد سعودي؟ اتفضل يا فندم. احترم نفسك يا عمي بهجت، هذا الكلام ما مش انت اللي لسه بتقول لي اهو؟ مش انت اللي بتقول لي اهو؟ هذا مجرد مثال يا حبيبي يا عمي. ماشي، ما احنا مش انتوا قبضتوا بتقول لي ان نيتهم كانت سيئة وكانوا يخربون البلد. فانا عاوزك تقول لي بقى متى قام اهل فلسطين بتخريب السعودية؟ اتفضل.
متى مم. متى ايش؟ متى قام أهل فلسطين خصوصا المحسوبين على المقاومة اللي انتوا قابضين عليهم وخاطفينهم بالتخريب في السعودية؟ اتفضل. نعم يا بهجت صابر، أول شيء في رؤية 2030 أنا أن أول شيء نحارب مش التطرف استنى بس يا والأفكار أستاذ خالد المدعية الغامدي، للتطرف. أستاذ خالد الغامدي، مش الأول نخلص من موضوع خرم طيزك الأول وموضوع اغتصاب المقاومة ليك والكل سعودي ونثبتها عليهم، وبعدين نروح للرؤية بتاع 2030؟ أنت هربت ليه من الحوار يا أستاذ خالد؟ أنت اللي فتحته مش أنا. اسمع يا عمي بهجت، أنا أقول لك سالفة من أولها إلى آخرها. مهم. أول شيء حنا نحارب تطرف ونحارب الأفكار التي تدعو التطرف. طب حلو هذه قوي. الأشخاص، أين اسمع يا أفكار عمي، التطرف في المقاومة في غزة وفلسطين؟ أين أفكار التطرف في رؤيهم؟ اتفضل يا فندم. اسمع يا عمي بهجت، هذول اللي ينتسبون للمقاومة يدعون أنهم مقاومون هم ينشرون أفكار تطرفية أي يا وأفكار. بس برافو عليك. إناس كاذبون متطرفون وحشين ككا. قل لي ما هي الأفكار المتطرفة التي تدعو إليها المقاومة الفلسطينية في غزة وخارجها؟ اتفضل يا فندم. هي الخروج على الولي العهد والخروج على أين ولي العهد في غزة وولي العهد في فلسطين؟ لا يعني فقد خرجوا عليه. لا، ولي عهد بتاعنا يا حبيبي. هم المقاومة في غزة لا علاقة لها بولي عهدكم. بس المقاومة هذه القادات اللي كانوا عندنا بالسعودية لم احنا يثبت. نكرمهم هل عندك ونعزهم دليل؟ ونضريهم. هل عندك دليل واحد؟ طبعا حسب مخابرات السعودية أجرينا تحقيقات مع يلا قول لنا السفير دليل، قول لنا دليل من الأدلة. يا عمي باشا هذا الشيء أكيد، طبعا شيء أكيد. يا أستاذ مش وأنا أنت كنت أهو، ضابط. أنت كنت ضابط طبعا شغال ورا أني رقاصة. احترم نفسك يا عمي باشا، ضابط إيقاع الكلام مش ده كده؟ كلام كبير. أنا هسألك سؤال نخش في الجد بقى. أنا عارف إن تفضل. أنتوا في السعودية بتتناكوا مبكرا، يعني بتحبوا بتنيكوا بعض برضك، والأولاد الأجانب بتنكوهم وينكوكوا وكده، منتشر الموضوع ده عندكم في السعودية وكده. لا يا بهجت معليش نتأدب شوي بالألفاظ. حاضر طب حاضر احترم دورك انت يا حاضر نايف. حاضر يجبك حاضر يعني حاضر. التزم دورك انت، متى مش في زريبة يا نايف. يا أستاذ اسمه إيه؟ الأستاذ اللي معي اسمه خالد نايف يا الغامدي يا عم بهجت. حبيبي. الأستاذ خالد الغامدي. متى تم الاعتداء عليك أول مرة؟ أول مرة يا حبيبي تم اعتداء عليه في المدرسة من واحد مقاوم فلسطيني مقاوم فلسطيني. عنده نعم. اعتدى عليك أنت بس ولا مجموعة من الأطفال؟ وكان عندك كم سنة؟ كنت في طفل ولا إعدادي اعتدى ولا؟ علي بس في الفصل. أنا كان كنت عندك كم سنة؟ لوحدي، كنت في سنة كام؟ كنت في المتوسط يا حبيبي. كنت متوسط دي يعني كام؟ يعني إعدادي؟ 14 سنة طبعا. 14 سنة. لما اعتدى عليك خد اخواتك البنات معاه برضك وامك ولا كنت انت لوحدك؟ لا أنا لوحدي كنت لا. بالفصل. وقعد يعتدي عليك فترة قد ايه؟ بس أنا ما خليته يعتدي علي، أنا رجعت مش بعدين. انت قلت قلت اعتدى أخويا. عليك؟ انت بتراجع في انت ترجع في كلامك، ده خرم يالا اللي بيخش فيه خلاص، هي مرة واحدة خلص. لا يا عمي باجت، أنا ما أسمح له يعتدي علي. مش انت اللي قلت؟ أنا قاومته يا حبيبي، بس هو قاومته. اها قاومته. لما قاومته سحفته على ركبه؟ لا يا عمي باشا. طب وتاني مرة تم التعدي عليك؟ هذه بس يا حبيبي. طب واللي تعدى عليك ده كان من قلت لي منين؟ فلسطيني. فلسطيني. كيف علمت انه فلسطيني؟ كان كاتب على جيب الجلباب لا، بتاعه حنا نعرف فلسطيني حنا من نعرف المقاومة. أصله. احنا نعرف. لا. طب بلغت حنا عنه؟ نعرف. بلغت عنه؟ طبعا في حالة اغتصاب مسجلة في المدرسة يا حبيبي. في حالة اغتصاب؟ يعني شوف انت اللي قايل اهو. ما انت ما انت يا كذاب خول. يتم اغتصابك. مفيش حالة اسمها مش اغتصاب بقى، لان لو كانت قد تم البلاغ كانت هتبقى حالة تحرش. الاغتصاب ده معناه انه حطوا عضو الذكري في طيزك. ولا انا غلطان يا استاذ خالد الغامدي؟
لا لا لا، لا لا ايه؟ مداعبة بس. مداعبه. لما كان بيدعبك تف في خرم طيزك ولا حطولك على الناشف؟ واحترم نفسك يا عمي باشا، والله ما انا بس تكرر. يا بص، لا حياء في التحقيقات. احنا عاوزين نعرف خيانه المقاومه، مقاوم الخاين ده اللي ملقاش غير خالد الغامدي يحطه في طيزه. عاوزين نعرف هل كانت المداعبه تف كده عشان تتم المداعبه سلسه، ولا عملها على الناشف؟ ما راح اجاوبك يا عمي باشا. لا لا لا، مهم، دي مهمه جدا، ده لا اهم لا لا يا عمي سؤال باشا. واهم. هنا هنقدر نثبت خيانه المقاوم ده ونقدر نحط على المقاومه كلها. اتفضل يا استاذ. هو عايز يقول لك عن باجت ان انت بتقلب على المواجع بس. لا 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 لا، سيبه. انا ما حدش يحط لا مؤاخذه اجابات على لسان الضحيه. اتفضل يا استاذ. صح، ما حدش يتدخل يا جدعان. اتفضل، سيبوا سيب الضحيه هي لوحده. المهم اتفضل. المهم يا عمي باشا، كانت اوقات صعبة جدا مرت علي. هذا الشيء كان وحش جدا. هذا الشخص كان عنيف، كان عنيف، ما عنده رحمة، ما عنده رحمة ولا عنده أي يا أخي إنسانية. جاب الدم ولا كان بيقعد يخبط؟ عمل لك تهتك في القولون؟ لا يا عمي باشا، تحترم ما عملش نفسك. تهتك في الكلام ده القولون؟ ما أقدر أقول طب لك. تيزك جاب الدم؟ يا عم ما تحترم نفسك يا جدع، ده انت ضحيه. هنا تحقيقات، في حكم محكمه يصدر على الامه كلها عشان واحد ناجك ولا اغتصبك، فلا بد ان نكون دقيقين في كل اجابه وكل سؤال. اتفضل. المهم يا عمي بهجت، كل جريمة عندها يا أخي، عندها استاذ خالد عندها. الغامدي، هذا المقاوم الفلسطيني، طبعا خدت من فلسطين كلها ان ده شخص فلسطيني وتبع المقاومه، يعني ما قلتش مثلا واحد فلسطيني نكني فانت غضبان من كل الفلسطينيين. لا، افترضت ان يكون مقاومه، عشان كده انتوا ايه، الامه السعوديه كلها غضبانه على المقاومه الفلسطينيه ومنعهم يقاوموا الاحتلال اللي في بلدهم ويحرروا مقدساتنا عشان واحد فلسطيني اغتصب خالد الغامدي، صح؟ هذا قليل من الكثير، في حالات كثيرة مسجلة. انا سيبك انت من الحالات الكثيره المسجله، وكلهم مقاومين فلسطينيين هم اللي اغتصبوا العيال دول ونكوهم، ولا جايز يكون ما فيش فلسطيني يعني ما فيش فلسطيني فتحاوي عنده زبر وبيقف في السعوديه فاغتصب اي حد؟ ما فيش بس غير الفلسطينيه الحمساويه بس هم اللي بيغتصبوا العيال وبينكوهم، مش كده؟ لا في فلسطينيين على الراس وناس على الراس. ايه يعني الفلسطينيين كلهم على الراس، بس الا بتوع المقاومه بيغتصبوا العيال، مش كده؟ ايه صحيح. هذا شيء اكيد يا حبيبي. يعني فتحاوي اسمه من الفتح، يعني بيفتح. هلا ما اكثر القسم. ايوه حاج مدحت، انا على الهوا، خش على تويتر. نعم، اسم الحساب ايه؟ الحساب بتاعك اسمه ايه؟ يا جماعه في حساب اسمه مدحت. طب ارفع ايدك كده يا عم مدحت وهم يطلعوك. حاطط صورة ايه يا عم مدحت؟ انا تويتر خرجني سبحان الله. ريكونكت. عم باجت. طيب ماسك. عم باجت. ايوه يا ولد، استنى يا ولد، استنى يا جاسكوس. خلاص هم بس قول لنا الصورة. صورة واحد ماسك مدفع رشاش. حساب مدحت مدحت بالعربي. مدحت القط بالانجليزي ولا بالعربي مكتوب؟ مدحت القط بالعربي او مدحت القط يا شباب. دور بس على اسم مدحت القط. ارفع ايديك يا عم مدحت.
يلا طلعوا عم مدحت يا جدعان. يا واد يا غمدي. نعم يا عمي باجت. طب يا غمدي، لو خرج محمد بن سلمان وتحرش بك واغتصبك، ماذا ستقول فيه؟ أول شيء يا عمي باجت والله إني أشك إنك مسيحي وإنك مو حق المسلمين. يا جدع سيبك أنت، شكلي مسيحي ولا حق اليهود ولا المسلمين ولا من الكافرين؟ يا جدع اسمع، يا جدع اسمع، أنت كرهت المقاومة عشان بتقول إن في واحد ناكك أو اغتصبك. لو خرج عليك محمد بن سلمان وناكك، أو تركي آل الشيخ وناكك أو اغتصبك، ماذا ستقول فيهم لو حدث منهم هذا؟ طبعا يا عمي باجت هذا يبقى ولي أمري وهو كل شيء. ماشي، ولي أمرك ممكن ينيكك؟ طبعا بس هو مو راح يسويها، بس هو ولي أمرك. طيب لو في واحد رفض، يقول سمعا وطاعة يا اسمعني، لو انت يا غمدي جيت في مره كنت سكران وجي محمد بن سلمان ينيكك، قلت له لا، راح مغتصبك، هل انت سامح لولي الامر انه يغتصبك؟ لا يا عمي باجت، اول شيء انا ما راح ازبر معاك لهي الدرجه. من الولي عهد هو فوق روسنا وفوق كل شيء، واي شيء يطلبوا منا احنا نسويه. والله لا لسه بدري لا اي نو لسه بدري. او اي شخص يمسه بسوء فهو مسيحي يا استاذ او كافر. يا استاذ، لا يمكن اي مسلم ان يلمس ولي عهد بسوء خادم الحرمين الشريفين. يا استاذ تفضل ماذا يعني انت فاعل بمحمد بن سلمان اذا حاول اغتصابك؟ عمي بجت هذا السؤال صعيب جدا، حشرتني بس ليه؟ اقول لك اجابه واحده، انه اول شيء ما راح يسوي هذا الفعل. لا بيسويها، ده ابن وسخ، ده بينيك ويتناك. لا هذا الكلام كبير يا عمي باجت. لا كبير ولا صغير، كبير هيكون اكبر من زبر عمك باجت يعني؟ مفيش اي كلام اكبر من زبر عمك باجت. اتفضل. لو خرج محمد بن سلمان يحاول التعدي عليك ويقوم باغتصابك، ماذا انت فاعل مع ولي امرك في هذا الفعل والتوقيت واللحظه والبمبلغه؟ مش تبعد. اتفضل. اذا كان امام الملأ فهذا الشيء خطير، واذا كان في السر السر طبعا هذا الشيء يجوز يا حبيبي. يجوز انه ينيكك ويغتصبك. يا سلام يا سلام يا سلام. جامدة امام الملأ. يا ابن المتنكه، انا دخت يا ابن الوسخه من هذه الاجابه، انا دخت يا ابن الشربوطه، والله دخت. طلع الشيخ قال لك قدام، والله دخت يا ابن الكلب، دوخت امي من هذه الاجابه. والله منتظرها منه، والله منتظرها منه. قال لك امام الشيخ طلع عندهم قال لك لو طلع زنا ولاط في التلفزيون لمده نص ساعه تدعوا له، يعني هذا لو طلع وناكل. سيبك انت من الشيخ يا عمنا، خلينا في الغد. يا غمدي، يا استاذ غمدي، يا استاذ غمدي، احترم نفسك يا نايف. يا غمدي، يا استاذ غمدي، نعم يا عمي باجت. يا استاذ غمدي، طيب يا اخوان، ماذا لو خرج ابن سلمان؟ لحظه يا عبد الكريم، ماذا لو خرج ابن سلمان وقال هناك حسالة من المصريين اسمه بهجت صابر يدعي أني لست من الذكور، ووجب علي أن أثبت له وللعالم أجمع أني صاحب عضو ذكري، فقرر أن ينكحك بهذا العضو على الهواء مباشرة أمام العالم كله. هل توافق بهذا رفعة لأمر الأمير حقق؟ يا غمدي، يا غمدي، يا عمي باجت هذا السؤال محرج يا حبيبي. لا مش محرج. أنت الآن بين أن ترفعوا من قدر أميرك ويثبت للعالم أنه صاحب عضو ذكري، هل تسمح له أن يطأك ويدخل عضوه الذكري في فتحة أو خرم طيزك؟
على الهواء مباشرة نصرة للأمير ورفعة من قدره؟ طبعا يا بهجة صابر، هذا الأمير الله سبحانه وتعالى رفع قدره قبل ما احنا نولد ونتحدث هنا في المساحات. رفع قدره، هناك فأنت هتسمح له طبعا ينيكك على الهواء عادي رفعة لقدر الأمير، صح؟ لا اسمع أنا. طب أنا هسألك سؤال بقى وجاوبني أنت بقى. لو أتت تفضل يا. إليك زوجة الأمير وقالت لك يا غمدي تعالى نكني ولا بعبصني، يا بهجت هذا ما بسعودي يا ابن الحلال، يا هذا نايف فلسطيني احترم مقطع نفسك بعد. عشان أنا بحب، أنا يعني عاوز أثبت للناس أن اقفل يا نايف امرأة. المايك يا نايف. يا غمدي لو أتت امرأة الأمير وقالت لك نكني في حنانك نكني على الهواء مباشرة، هل ستنكحها إرضاء لامرأة الأمير؟ أبدا يا هذه تبغى ولي، هذه تبغى مرات ولي عهد. طب ولو ولي العهد أذن لك بذلك هل هتنكها على الهواء؟ لا طبعا هذا ليه؟ الشيء مستحيل وما عمري هسويه. ليه؟ ولو شو ما صار. ده أنت سمحت له ينيكك يا ابن الكلب يا واطي. مش بس هتسمح هذه لنفسك تبقى تنيك حرمة. مراته؟ يعني أنت هذه على هذه الأقل حرمة ولي عهد. يعني سمحت له أن يلوط بك وتفضح نفسك دون ستر أمام العالمين كلهم، وقبلت هذا الأمر. فعندما أتيت لتنكح امرأة حتى وإن زنيت بها، فالعلاقة بين الرجل والمرأة موجودة على مر التاريخ، إنما واحد ينكحك في طيزك وعلى الهواء مباشرة قبلت بهذا الأمر وهو مهين لك ولقومك وقبيلتك وعيلتك وبلدك. اقفل المايك يا أستاذ. ولم تقبله لأميرك أو لامرأة أميرك؟ يا اخوان يا بهجت يا بهجت اسمع يا بهجت ما تقفل صابر. المايك يا نايف، اقفل المايك. عطنا مجالك ونسولف. طيب اقفل اعطونا المايك مجال طيب. نتكلم يا اخوان. هيجي في دورك دور هيجي هنا. دورك. انت بعده. عاوز تقول حاجة يا غمدي قبل ما تمشي؟ والله اني جدا يا بهجت صابر اللي سويته جدا غلط هذا يا اخي، امام الملأ وامام الجميع. حرجتني يا حبيبي وقلت حاجات أحرجتك؟ وحشة. وأنت بتتكسف يا غمدي؟ يعني أنت بتحرج؟ هل لك كرامة؟ هل لك عزة؟ هل لك أصل؟ طبعا تخشى عليه؟ طبعا الكرامة فوق كل شيء. وأنت أين الكرامة في جسدك؟ يعني فين الحتة اللي اسمها كرامة في جسمك دي؟ يعني قول لي مثلا الحتة دي هنا عناية في عناية. لا يا عمي بهجت، هذا أقول لك فين؟ كلام كبير. أقول لك فين؟ وأنا ما يسمح لي مقامي، أنا ضابط سابق يا حبيبي، ما يسمح لي مقامي يقول هذه الكلمات. صحيح لازم تكون ضابط سابق، ما كلكم ديوسين ولاد شرموطة خوالات. مرحب بيك يا أستاذ الغمدي على بثنا الشريف المتواضع والعفيف. تحياتي ليك وللخول ابن المرة المتناكة سلمان وولي عهده المخصي كمان. احترم نفسك. اخشم، ده ما يخصكش. سلمان يجي يدافع عن نفسه يا ابن الكلب يا واطي. انت ليك هنا تدافع عن نفسك، مقامك انت محفوظ. اما سلمان فله مقامه يجي يحفظه، يبعث مندوب رسمي بمكتوب اميري ملكي انه مندوب الامير لحفظ مقامه. اما انت فانت لا شيء عند الامير وعند الملك، اما عندنا فانت انسان لك كامل الاحترام والتقدير ان تدلي برايك، وانت محفوظ مصون، فلا تفقد هذا الحصن ايها الانسان. تفضل يا استاذ. تفضل يا استاذ. نعم. عايز تاني؟ هات اللي كان بيقول احفظ مش عارف ايه وبتاع. يا عمي بهجت هذا يبقى امير المؤمنين خلاص يلا هات يا ابن المتنكه، يلا يا ابن الوسخ. شكرا. هو انت مؤمنين يا ابن الشرموطه؟ يلا على زب يا جاسوس. وفي مؤمنين بيقبلوا يتنكوا يا ابن المتنكه ويغتصبوا على الهوا؟